أنا لا أدعوك إلى الزواج من 60 امرأة أو 70 امرأة، أنا أدعوك إلى الزواج من زوجة ثانية فقط. يعني أنت في هذا الزمان حياتك كلها تكتفي بزوجة واحدة، أنت مظلوم. الزوجة الذكية العبقرية هي التي تسعى لإسعاد زوجها، لماذا تحرميه من الحلال؟ ولذلك بعض الآباء والأمهات لا ينامون الليل من شدة الحزن على بناتهم اللاتي تجاوزن سن 30. فيا أيها المتزوج بزوجة واحدة، أدخل الفرحة والسعادة على هذه البيوت الحزينة. بالله عليكم، هل من العدل أن تتمتع بعض النساء مع الأزواج وتبقى الأغلبية محرومات من الرجال؟ أنا أريد من كل امرأة متزوجة أن تتخيل نفسها مكان المرأة المحرومة، لتعرف مدى المعاناة التي تعانيها تلك المرأة المحرومة. والله العظيم المفروض أي رجل متزوج بزوجتين نضرب له تعظيم سلام، وله منا كامل الاحترام.